عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مرة يشوفني معاكم مطبخ ام فهد. اعذروني عشان صوتي تعبني شوية عشان معايا برد. اول حاجة ندعو لاخواتنا الفلسطينيين، ربنا ينصرهم يا رب ويثبتهم ويرحم شهدائهم يا رب. ربنا يا رب ينصرهم على اعدائهم يا رب، وعلى اعداء الاسلام يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يا رب يثبتهم يا رب. حبايبي، هنعمل مع بعض النهاردة مهلبية، حاجة كده سهلة وبسيطة، ما بتاخدش وقت ولا مجهود ومش مكلفة خالص، حاجة اقتصادية كده وحلوة لولادنا كده واحنا قاعدين بالليل. معانا كده حبايبي كيلو من الحليب، حطيته على النار، غلى زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت عليه كوباية سكر كبيرة، والسكر حسب الرغبة. انا حطيت كوباية سكر، اللي عايز يزود عايز يقلل. آه وبيسخن كده معانا على النار، وجبت بقى بولة حطيت فيها 5 معالق نشا كبار، 5 معالق كده، المعلقة هرمية كده كبيرة في البولة ديت، وحطيت عليها نص كوباية مية، وهبتدي ان انا ادوب كده النشا بالمية مع بعض كده لحد ما يدوب خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دوبته كده حبايبي كويس، ما يبقاش فيه اي تكتلات، وهبتدي انزل بيه كده على الحليب سخن معانا. هنزل بيه كده سرسوب بسيط، ومع تقليب هتني اقلب كده على طول عشان خاطر ما يبقاش فيه اي تكتلات معانا. مع التقليب المستمر هتني اقلب على طول لحد بقى ما احس كده ان هو خلاص مسك. كده حبايبي زي ما انتوا شايفين كده ابتدى ان هو يمسك معايا. حبايبي بقى اللي يلاقي معاه خفيف ما مسكش ممكن يضرب معلقة كمان او معلقتين نشا كمان في شوية مية وينزل بيهم تاني عادي، مفيش مشاكل مع التقليب المستمر. هنا بقى كده بقول لكم ان كده هو ما شاء الله خد بقى فيه بقى كده من الجناب يعني. طفيت عليه، جيت الخليط سمت منه شوية في حلة كمان، يعني انا جبت حلة نقصت منها شوية من المهلبية في حلة كمان، وجبتها بقى كده معايا معلقتين كاكاو، حطيت عليهم ربع كوباية مية، ودوبتهم كويس زي ما انتوا شايفين، وابتدي انزل بيهم برضو مع التقليب على شوية المهلبية اللي انا نقصتهم في حاجة تانية، عشان خاطر هعملها حبة بالشوكولاتة وحبة سادة. ومع التقليب وانا مولعة الحلة دي برضو مهوت عليها خالص، مهوتها جامد، ومع التقليب المستمر. يعني انا جبت شوية نقصتهم في حلة تانية، ونزلت عليهم بمعلقتين من الكاكاو، عشان خاطر نعملها لونين يعني. تمام كده حبايبي، مع التقليب المستمر بقى زي ما انتم شايفين بتغلى اهي كده، بقى طفيت عليها كده تمام. هبتدي بقى ان انا انزل بيها في البولات. هنزل بقى طبقة بيضة، وبعدها طبقة من الشوكولاتة، وبالعكس طبقة برضو شوكولاتة وانزل على طبقة بيضة. وهعمل برضو بولة بيضة خالص وبولة شوكولاتة خالص للي حابب واللي عايز. اما بنزل بطبقة الشوكولاتة بشوكولاتة بتمسك اكتر من البيضة، عشان خاطر الشوكولاتة اللي فيها الكاكاو بنحس ان هو بيمسك على طول يعني، عشان خاطر لما انزل بالطبقة التانية فوق منها ما يتلخبطوش ببعض، ولا اللون ده يجي على ده. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، كده بقى بعد ما خلصتها وشكلتها زي ما انا عايزة، بديت بقى اقرنشها كده ببسكوت معايا. اللي عايز يقرنشها باي حاجة تانية مفيش مشاكل، ممكن تحطوا سوداني، ممكن تحطوا بشر وزبيب، ممكن تحطوا شوكولاتة برضو خام، اي نوع عنده تقرنشوا بيه. كده انا عملت اهو زي ما انتوا شايفين، ده كيلو الحليب عملت بيه كمية حلوة قوي ما شاء الله تبارك الرحمن، شكلها تحفة ما شاء الله عليها. حاجة حلوة حلو اقتصادي، ما بياخدش وقت ولا مجهود ولا مكلفة خالص. حاجة موجودة معانا في البيت، ما بتستغرقش معانا اي مجهود خالص. كده يا حبايبي انا كنت سبتها معايا ساعة، مسكت معانا زي ما انتوا شايفين ساعة، لان الجو اصلا ابتدى يبرد بالليل. ما كملتش ساعة معايا بره التلاجة كمان، انا مش حاطاها في التلاجة ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، كل طبقة لوحدها
الخليط مش مندمج مع بعض ولا اي حاجة. طبقة الشوكولاتة لوحدها وطبقة الكريمة البيضة لوحدها، المهلبية لوحدها. ما شاء الله طعمها تحفة، طعمها تحفة ما شاء الله. قوموا حبايبي جربوها واعملوها، حاجة حلوة لولادكم بجد، اقتصادية جدا ومش مكلفة خالص، طعمها زي العسل. ما تنسوش حبايبي بقى تدعموني بلايك وشير وبألف هنا وشفا. تدعموني واشتركولي في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.